هلو يا حلوين، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل الكيكه اللي كلنا بنعشقها، كيكه الشوكولاته اللي طعمها بيخطف القلب من اول قطمه، طريه وهشه وريحه الشوكولاته هتملى البيت. الوصفه دي سهله جدا ومضمونه 100% من غير تعقيد ولا خطوات كتير، والنتيجه كأنك جايبها من محل حلويات. يلا بينا نشوف سر الكيكه اللي هتخلي كل اللي يدوقها يسألك عملتيها ازاي. يلا بينا. معانا بيضتين بدرجه حراره الغرفه، وده كله في الخلاط. تاني حاجة هنضيف كوباية سكر 250 جرام، وبعد كده معلقة صغيرة فانيليا. هنضرب ده كله في الخلاط لحد ما اللون ما يفتح. وبعد كده هنضيف الزيت 50 جرام، وهنضيف كوباية لبن 250 جرام، وبعد كده هنضربهم في الخلاط. هنضيف المواد الجافة في بولة. معانا كوبايتين دقيق، معلقتين كاكاو، ظرف بيكنج باودر 16 جرام، ورشة من الملح. وهنقلب كده زي ما انتوا شايفين المواد الجافة مع بعض. وبعد كده هنضيف الخليط السائل على الدقيق، وبعد كده هنمكس ده كله مع بعض. عايزة الخليط يبقى نفس القوام ده. وهندهن البايركس زيت او زبدة، وبعد كده هننزل بالخليط في البايركس. هنكون مولعين الفرن قبلها ب10 دقايق. هنحطها في الفرن من نص ساعة لساعة الا ربع. تاني حاجة وهنعمل الكريمة. عندنا ظرف كريم شانتيه من دريم، وتلج ومية ساقعة. المية هنضيفها واحدة واحدة، مش هنضيفها كلها. انا هنا كنت حاسة ان الكريمة قليلة فحطيت ظرف تاني. سيحت شوية شوكولاتة وضفتها على الكريمة.
ظرف نسكافيه وضفت عليها مية وهنسقي الكيكة بيها. وبعد كده هنضيف الكريمة ونحطها في التلاجة. هنسيب الكريمة في التلاجة شوية، وبعد كده هنسيح الجناش، هنسيحه شوكولاتة وزبدة، وبعد كده هننزل بيه على الكريمة واحدة واحدة. وبعد كده هنبشر عليها شوكولاتة من فوق، وبعد كده هنحطها في التلاجة. لا جمالها مش طبيعي، حقيقي جمالها مش طبيعي، طراوة وريحة وطعم وكل حاجة وهشة وكل حاجة حلوة. جربوا الوصفة دي ومش هتندموا. هي كيكة وفي نفس الوقت جاتوه، بس خطيرة. شايفين الجمال والطراوة والريحة والطعم اللي ما يتوصفش؟ لو جربتوا الكيكة دي هتبقوا مدمنينها حرفيا. جربوها وقوليلي رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتوش عشان يوصل لكم كل جديد. باي باي يا حلوين.